محدش قاعد بيقرا اسامي الوفيات في الجريده. العرق عمال ينزل منه متوتر قوي، فصاحبه بيقول له مالك في ايه؟ شكلك خايف كده. قال له والله خايف لا يكون اسمي مكتوب معاهم. محدش ماشي في الشارع شاف بنت حلوه بيقول لها بقول لك ايه، هو انت خدت تعبير في المدرسه؟ قالت له ايوه. ليه يعني بتسال؟ قال لها طب ما تعبرينا يا بنت الحلال. بنت صغيرة بعتوها تشتري جبنة من السوبر ماركت، وقفت قدام السوبر ماركت وقعدت تعيط. فبتاع السوبر ماركت بيقول لها مالك يا بنتي بتعيطي ليه؟ قالت له اصل بابا اداني فلوس اشتري جبنة والفلوس وقعت مني. قال لها ولا يهمك، دخل جاب لها الجبنة واداها لها. قعدت تعيط بزيادة. قال لها بتعيطي ليه تاني؟ قالت له عايزة الباقي. واحد مخنوق قوي بيقول لصاحبه انا خلاص قررت اروح اعيش مع الهنود الحمر، كل يوم رقص وسهر وفرح، ولا هموم ولا مشاكل ولا فارقه معاهم اي حاجه، وفوق ده كله على راسهم ريشه. مدرس بيقول للطلبه بتوعه تخيلوا كل واحد فيكم مدير شركه، وابداوا اكتبوا لي موضوع تعبير. بيبص لقى الطلبه كلهم بدأوا يكتبوا ما عدا واحد، فراح له قال له انت ما بتكتبش ليه؟ قال له مستني السكرتيره تجيب لي الورق. شاب كتب على حيطة مدرسة بنات ما تجيش بكرة المدرسة علشان جاي اطلب ايدك من ابوكي. تاني يوم غابوا 200 طالبة و3 مدرسات والنظرة والمديرة، ده حتى ام سيد الدادة ما راحتش. واحد مريض راح للدكتور، الدكتور قال له حالتك ميؤوس منها وهتموت بعد 24 ساعة. راح قال لمراته بقول لك ايه، انا هموت بعد 24 ساعة، عايز اعمل اللي نفسي فيه قبل ما اموت. قالت له عايز ايه؟ قال لها عايز فراخ مشوية ورز، واعملي لي شوية لحمة بالمرقة، وخلصي دول واحشي لي حمامتين بالفريك. قالت له بقول لك ايه، ادخل نام عشان ورانا عزا ودفن بكرة. واحد اتجوز بنت خاله، تاني يوم امه راحت له في الصباحية، قالت له ايه يا ابني ايه الاخبار؟ الله والله يا امي من بعد ما صحيت وغسلت وشها خالي ناصر بالظبط. واحد قاعد بيشتكي لواحد صاحبه من مراته، بيقول له يا اخي زهقت منها ومش عارف اعمل معاها ايه والله. قال له يا عم تعالى في يوم كده وهي بتجيب لك الاكل امدح في الاكل بتاعها شويه. قال له ماشي انا موافق. روح البيت مراته حطت له الاكل، قال لها الله اجمل اكل كلته في حياتي. قالت له يعني يا اخي متجوزاك ليك سنين عمرك ما مدحت في الاكل، ولما جالنا اكل من عند جارتنا بدات تمدح فيه. واحد قابل واحد زميله اول مره يشوفه في الشغل، قال له صحيح اللي انا بسمعه عنك ده؟ قال له بتسمع ايه؟ قال له انك بتشتم اي حد بيكلمك. قال له يا ابني انت حمار، انت كل اللي يقول لك حاجه تصدقها. واحد زعلان هو ومراته كتب لها ورقه مكتوب فيها قوميني الساعه 6:30 الصبح علشان عندي شغل، وحط الورقه على السرير ونام. صحي تاني يوم الساعه 10، فلقى الورقه مكتوب عليها الساعه 6:30 يلا قوم. جماعة محششين قاعدين في خيمة ليها بابين، قاعدين بيحششوا، كانوا عايزين كبريت، راحوا بعتوا واحد قالوا له روح هات لنا كبريت وتعالى. طلع صاحبنا من باب ودخل لهم من الباب التاني، قال لهم يا جماعة معلش لاقي معاكم كبريت؟ قالوا له لا تعالى اقعد احنا لسه باعتين واحد لما يجيب يبقى خد منه. 2 راحوا عزا واحد صاحبهم، ففي واحد فيهم بياكل لبانة، صاحبه التاني راح مشاور له بايده، قال له مش فاهم حاجة في ايه؟ راح مشاور له على بقه، قال له والله يا اخر واحدة معايا. ولد بيسأل ابوه بيقول له يا بابا نعرف ازاي الراجل المحشش من اللي مش محشش؟ قال له يا ابني شايف ال4 شجرات اللي هناك دول؟ او المحشش يشوفهم 8. قال له بس دول شجرتين بس يا بابا. واحد نايم على فراش الموت فراح منادي لمراته، قال لها بقول لك ايه، تعالى اقول لك وصيتي، ادي لوليد المصانع. قالت له لا وليد ما بيفهمش في الصناعة والمصانع، ما درسش اصلا، خليهم لخالد. قال لها طيب خليهم لخالد. ادي المباني للبنات. قالت له لا البنات ما لهمش دعوة بالمباني، خليهم لوليد، وليد يفهم في المباني. قال لها بقول لك ايه، ما تيجي تموتي بدل احسن. واحد قاعد عند بنته في البيت لقاها بتتخانق مع جوزها، بتقول له انا هسيب لك البيت وامشي. قال لها غوري في 60 داهيه. قالت له طب عشان خاطر الكلمه دي ابقى كلبه وبنت كلب لو قعدت لك فيها ثانيه واحده.
ابوها سمع الشتيمة فسكت، مرضيش يزيد في الكلام علشان المشكلة ما تزيدش اكبر. جوزها خدها جوه وقعد يتكلم معاها كلمتين حلوين كده، رجعت في كلامها. فتاني يوم بتقدم الشاي لابوها، قالت له يا بابا اتفضل الشاي. قال لها هاو 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 هاو. يا مانجا امه ماتت، ماشي في العزا بتاعها بيقول هتوحشينا قشطة. واحد معجب بجارته قوي وجوزها مات، فراح عشان يصارحها، خبط على الباب، طلعت له من غير مكياج، اتصدم من شكلها. قال لها مفيش اي اخبار عن المرحوم. راجل عجوز بيقول لحفيده قوم استخبى في اوضتك بسرعة، مدير المدرسة جاي يزورنا وانت ما رحتش المدرسة النهاردة. الواد الصغير قال له لا يا جد استخبى انت في اوضتك، انا قلت لهم ان انت مت وهو جاي يعزي. واحد صاحي من النوم عمال يعيط، اخوه بيقول له مالك؟ قال له حلمت ان في مسمار دخل في رجلي وحاسس ان وجع رجلي لحد دلوقتي حتى بعد ما صحيت. اخوه قال له تستاهل، وانت اللي نايمك حافي. واحد مسطول دخل مول بيبص لقى فيه تيشيرت عجبه قوي، خد التيشيرت وراح بيه لصاحب المحل، بيقول له التيشيرت ده بكام لو سمحت؟ قال له ب 2713. قال له ده ميلادي ولا هجري؟ ما حدش يشرح لي، الدكتور بيشكي له بيقول له كل ما انام يا دكتور بحلم بحمير بيلعبوا كوره. فالدكتور قال له خلاص ما تنامش النهارده. قال له ما اقدرش، ده النهارده النهائي. ما حدش راح يتقدم لواحدة فابوها بيقول له المهر 20,000 جنيه. قال له يا عم 20,000 جنيه لقيت واحدة ب2000 جنيه وحامل. ولد في امتحانات اخر السنه جاب صفر في كل المواد، رجع لامه بالشهاده قال لها اتفضلي جايب صفر في كل المواد علشان تفضلي تلعبي طول السنه وتدعي لي في اخر يوم بس. واحد بيقول لصاحبه الحمد لله على النعمة اللي احنا فيها، نايمين في بيوتنا ولابسين هدوم وشباشب وغيرنا مرمي على البحر في الساحل الشمالي حافي وعريان. واحدة بتقول لجوزها الحب عندنا هو عبارة عن فطرتي اتغديتي اتعشيتي يلا نامي مربي بقرة انت معاك في البيت. ولد بيسأل امه هو بابا ليه اهل يا ماما؟ قالت له طبعا يا ابني ليه اهل، ليه جدك وليه جدتك. قال طب هم سايبينه ليه هنا وجع دماغ لما يجوا ياخدوه؟ الدكتور بيسأل المريضة اللي عنده بيقول لها انت ايه مشكلتك بالظبط؟ قالت له مشكلة حياتي سوء الاختيار يا دكتور. قال لها ايوه بس انا دكتور اسنان مش دكتور نفساني. قالت له اهو شوف. واحد بيسأل صاحبه بيقول له مين الأربعة اللي بيتكلموا بصراحة؟ فصاحبه قال له أول واحد السكران، والتاني اللي بيفقد أعصابه بسرعة، والتالت اللي بيتكلم وهو بيبكي. قال له والرابع؟ قال له أنا لو اديتني فلوس. واحدة بتكلم خطيبها وجدتها قاعدة جنبها بتقول له يا حبيبي نفسي اديك عمري بس خايفة عمري يطلع قصير. فجدتها قالت لها اديله لسانك مفيش اطول منه. واحد بيقول لصاحبه امبارح بالليل دخل عندنا حرامي يدور على فلوس. قال له ها وعملتوا ايه؟ قال له قمنا كلنا ندور معاه. واحد بيقول لصاحبه انت ازاي مكبر دماغك كده ومفيش اي حاجة في الدنيا بتضايقك؟ قال له اي حد بيجادلني بقول له معاك حق. قال له بس ده غلط. قال له معاك حق. غبي رومانسي بيقول لحبيبته انت عارفة بيحصل ايه لما الشمس بتغيب؟ البنت اتكسفت قوي وحطت وشها في الارض. قالت له ايه اللي بيحصل يا حياتي؟ قال لها الليل بيليل. واحد قاعد متضايق قوي وكله ملل، اتصل على رقم لقى واحد رد عليه بيقول له مين معايا؟ قال له اخص عليك مسحت رقمي من عندك. التاني فضل يحلف له ساعة انه رقمه اتمسح بالغلط. مسطول بيقول لصاحبه في ناس يا جدع من كتر ما هم بيرتبوا الكلام تحس ان كلامهم لابس بدلة رسمية. واحدة بتقول لجوزها رحت عند الدكتور النهاردة قال لي عندك أرق وتوتر وتغلبي عليه انك تروحي شهر على البحر واسبوعين في جبل وسافري بطيارة لمدة اسبوع. انت ناوي توديني فين يا حبيبي؟ قال لي انا اوديك لدكتور تاني. واحد مسطول بيقول لصاحبه انا ليا سنة خاطب دلوقتي، كل يوم بتغدى واتعشى عند حماية،
بس اليومين دول حاسس ان نظراتهم مش مريحاني شوية. معقولة يكونوا متضايقين اني ما افطرش معاهم؟ مدرس بيسأل طالب غبي بيقول له الدرس النهارده عن الفقه، عرف يعني ايه النية. قال له اللحمة اللي لسه ما استوتش. راجل بخيل قوي جاله ضيوف، قال لمراته بفكر اذبح البغبغان ونعمل منه شوربة وفتة ونشوي ضلوعه على الفحم ونطبخ لحمة والمخ نقليه ونعمل كبد وقوانص. رد عليه البغبغان قال له ما تحلبني بالمرة وتعمل لهم رز بلبن. 2 مساطيل قعدوا خدوا قعدتهم، وبعد ما خلصوا واحد قال للتاني المهم جود نجحت. فصاحبه قال له مين جود؟ قال له جود نجحت يعني تصبح على خير بالانجليزي. قال له جود نجحت يعني تصبح على خير بالانجليزي، الله ياخدك وياخد اللي علمك الانجليزي. واحد بيسأل مراته بيقول لها طبخ لنا ايه النهارده؟ قالت له طبخلك اندومي يا حبيبي. قال لها اندومي؟ طب خدي اندومي كراهي اندومي. واحد عايز يوقع واحد صاحبه بيقول له ايه رأيك في مراتك وامها؟ قال له الاتنين زي الزفت. بيلتفت وراه لقاهم واقفين ورا ظهره. قال الاتنين زي الزفت، والتلات ملل والاربع زهق، والخميس والجمعة باخد مراتي حبيبتي واروح عند حماتي حبيبتي. واحد وامه راكبين عربية وسايق بالليل راح عامل حادثة ودوهم المستشفى. فسألوه بيقولوا له انت عملت الحادثة ازاي؟ قال والله ما عارف، انا حسيت ان عيني بتغمض وفجأة لقيت حاجة سودة على عيني وخبطت بالعربية. فسألوا امه ايه اللي حصل؟ قالت لهم يا حبة عيني انا حسيت انه بيغمض رحت مغطية بالعباية. 3 بخلة قوي ساكنين مع بعض دخلوا البيت بالليل، قالوا اللي هيتكلم الاول يجيب 10 الباقيين. 3 ايام ولا واحد فيهم اتكلم كلمة. اهل القرية قعدوا يدوروا عليهم، قالوا دول راحوا فين؟ دخلوا عليهم البيت لقوا ال3 ميتين. غسلوا اول واحد وكفنوه، غسلوا التاني وكفنوه، جم يكفنوا التالت قال بصوت واطي انا حي. الاتنين التانيين راحوا طالعين من الكفن قالوا له العشاء عليك. واحد بخيل قوي قاعد مع اصحابه، قال لهم كل اللي بيقعد معايا يقول لي داري على شمعتك تقيل، وانا بصراحة مش قادر اداري عليها اكتر من كده. احنا طبخنا لحمة النهاردة. واحدة بتقول لحماتها انا مش قاهرني غير جوزي اللي سافر المانيا عشان يتعالج وكل شوية يقول لي بعتيلي صورة ليكي، مع ان الممرضات هناك احلى من بعض كلهم. فحماتها قالت لها اعذري يا بنتي ما يمكن عايز يفرجهم على سبب المرض. عملوا جايزة للي عنده 10 عيال، قالوا اللي عنده 10 عيال هنديله 1,000,000 جنيه. فواحد قال لمراته احنا معانا 9، انا كنت متجوز عليكي ومعايا عيل اروح اجيبه واجي ونكسب 1,000,000. راح جابه ورجع ما لقاش ولا عيل من ال9. قال لها العيال وديتيهم فين؟ قالت له كل واحد ليه اب جه خده. واحدة بتقول لابنها يا ابني ما بتسلمش على خالك ليه؟ كل ما تشوفه ما تسلمش عليه. قال لها اصله حرام. قالت له ايه هو اللي حرام؟ قال لها خالي حرام. قالت له ازاي يعني مش فاهمه؟ قال لها امبارح كنت ماسك ازازه مكتوب عليها خالي من الكحول. مسطور راح لواحد دجال يفك له عمل. الدجال قال له عايز جناح عصفور يتيم، ورجل حمار اطرش، وحليب من بقرة تكون أرملة، وعين جاموسة حولة. المسطول سرح شوية قال له طب مش عايز جناح دبانة بايرة؟ واحد قال لصاحبه لما كنت صغير اللي اكبر مني كان عندهم فلوس، ولما كبرت بقوا اللي اصغر مني عندهم فلوس، هو الدور يجي عليا امتى؟ واحدة بتقول لجوزها انت ليه كل يوم بتتابع الاخبار اللي كلها نكد؟ هو انا مقصرة معاك في حاجة؟ واحد جاله واحد صاحبه ضيف قعد عنده 3 ايام. الصبح كان يعمل له فطار شاي بلبن، والغدا يعمل له تمر بلبن، وبالليل يعمل له رز بلبن. صاحبه زهق منه خد شنطته وماشي، بيقول له رايح فين؟ قال له يا عم سيبني في حالي خلاص انا اتفطمت. واحد بيقول لمراته ممكن تعدي يوم من غير زعيق ونكد وحرق دم ووجع قلب؟ قالت له والله يا حبيبي نفسي، بس انا خايف يتراكم عليك، قلت خلي لك اليوم بيوم.